أهلا بيكم في NCI Nothing Call Impossible مع مستر كرم من ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية. الفيديو دوت عبارة عن فيديو ترحيب، مرحبا بكم في هذه القناة الجديدة. هدفي وغرضي هو تدريس اللغة الإنجليزية non-native English speakers اللي هم غير الناطقين باللغة الإنجليزية، وأيضا تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بلغة الضاد. أنا بعتبر تبع القانون الأمريكي polyglot يعني اللي هو بيتحدث أكثر من لغتين. اللغة الأم هي اللغة العربية، وبنقول عليها في علم اللغويات اللي هو linguistics source language. اللغة الأم هي اللغة العربية، لكن أنا بتحدث كم لغة؟ بتحدث اللغة العربية، بتحدث اللغة الإنجليزية، بتحدث اللغة الألمانية، الأسبانية، الإيطالية، الفرنسية، ثم اليابانية. فإذا أنا polyglot. في فرق كبير بين polyglot وlinguist. الكلام ده هنتكلم عليه في المحاضرات اللي أنا هشرحها بالتفصيل كأستاذ لغة إنجليزية بالولايات المتحدة الأمريكية. أنا واقف أمام أكبر مركز بيأتوا إليه العرب من جميع أنحاء العالم. المركز ده زي ما حضراتكم شايفين اسمه UCR أو كاليفورنيا UCR Extension Center. المكان ده في أمريكا في كاليفورنيا بيأتوا إليه الطلبة من المملكة العربية السعودية، من الكويت، من قطر، من مصر الحبيبة البلد الأم، من أي دولة، من اليمن، من الإمارات، المملكة العربية المتحدة، من جميع دول العالم يأتون إلى هذا المكان لتعلم اللغة الإنجليزية اللي هو ESL. ESL يعني English as a Second Language. هو لغته مش اللغة الإنجليزية، فبيأتي إلى هنا بنعلمه ESL English as a Second Language، وبنعده عشان يخش الجامعة في أمريكا. وعشان يخش الجامعة في أمريكا فلازم يعمل امتحان التويفل أو الآيلتس. الآيلتس مقبول في أمريكا والتويفل مقبول في أمريكا، فإحنا بنعده عشان يجيب في الآيلتس أقل حاجة 5 من 9 عشان يتقبل في الجامعات في أمريكا. لكن معظم الجامعات التويفل هو يعتبر الأكثر شيوعا في أمريكا، لكن في بعض الجامعات بتقبل الآيلتس. زي ما حضراتكم شايفين اللي هو UCR، أنا جايبها أهو UCR Extension Center، موجودة اهي UCR Extension Center. ده المركز ده يعتبر مكان إقامة للطلبة المغتربين، وأيضا في كلاسات لتدريس اللغة الإنجليزية لغير الناطقين باللغة الإنجليزية من جميع أنحاء العالم. عندي جامعة ساوزن كاليفورنيا أو UCR. الUCR دي معظمها زي ما احنا شايفين برضو الطلبة اهو من الصين. Hi, say hi to Egypt. Well, because I'm recording a video for my students in Egypt. They just tell him hi. Oh, hello. Hi. Where are you from?
from China. Why you are here in US? Because I'm the teacher of our students come to the summer camp here. Okay, what about you? She's also the teacher. Teacher what? So She's a you're doing Chinese ESL? Yeah, Yusha. Okay, perfect. So once they're done with their certificate, they're gonna go back to China or they're gonna stay here? We'll go to the New York or Washington DC and Boston. Boston, okay. visit there. How do you say ni hao se in China? Yes. Ni hao, sis. Ni hao se, okay. I'm very happy to talk to you. Okay. Say hi to students in Egypt. Hello. Okay. Hi. Hi, okay. It was very nice to talk to you. Thank you. Thank you. You're welcome. الفارق زي ما حضراتكم شايفين دول بيعتبروا بيجوا هنا للتدريس، مدرسين انجليزي من الصين، مؤتمر هنا في جامعة UCR، وبعد كده بيروحوا نيويورك او بيروح جامعة تانية للتدريس للطلبة. بيعتبر زي منحة scholarship من الصين للحكومة الأمريكية، لأن طبعا في منح بتقدم من الحكومة الأمريكية للطلبة من الصين. بيدرسوا هنا 4 سنين، بعد ما بيخلص فترة الجامعة بيرجع تاني لبلده الصين. معظمهم بياخد من هنا MBA اللي هو الماستر في الماجستير في إدارة الأعمال، أو بيدرس لغات بالإضافة إلى لغته الصينية. الحاجة الجميلة برضو هنتكلم في إيه في الفيديوهات أو في قناة NCI. هنتكلم في حاجات كتير جدا. طب زي إيه؟ هنتكلم الكلمة نفسها في الإنجليزي words have impact on people communication and expand language skills. الكلمة لها تأثير في الاتصال بين البشر وبتعمل على نمو الاتصال اللغوي بين الناس. لازم نعرف في NCI the definition of different words in English. المرادفات للكلمة في اللغة الإنجليزية. مش بس كده، هنعرف in how to use this word in sentence structure. انت بس مش بتحفظ الكلمة ومرادفاتها او الانتونيمز والسينونيمز. انتونيمز المرادفات عكس الكلمة، مضاداتها باللغة العربية، والسينونيمز اللي هو معنى الكلمة. يبقى انا هدرس لك الكلمة the origin of word، مع اصل الكلمة في اللغة، تاريخ الكلمة دي منين. the history of the word. every word has history in English. كل كلمة ليها تاريخ في اللغة الإنجليزية. هقول لك تاريخ الكلمة دي ازاي، الكلمة دي تنطق ازاي. يبقى عندي pronunciation. خلي بالك البرونسيشن ده مهم جدا، مهم جدا. احنا كعرب وناطقين باللغة العربية عندنا مشاكل في البرونسيشن، خصوصا مصر، الشام. لما تيجي تتكلم انجليزي هنا في امريكا بيقول لك انت منين، انت الاكسنت ده غريب عليا. وممكن بقى يقول لك what did you say. الانجليزي بتاعك مش واضح لان في اكسنت، في حته لكنه غريبه على الودن الامريكيه لسماعها. فانت هتتعلم معايا الامريكان اكسنت، الاكسنت الامريكي، والبريتش اكسنت اللي هو المستخدم والاكثر شيوعا في انجلترا. لان احنا في الانجليزي عندنا different accents. عندنا الامريكان اكسنت، انجلش اكسنت، بريتش اكسنت، استراليان اكسنت. في كمان عندي يوكشا اكسنت، ده منطقه موجوده في انجلترا، دي يعتبروا الكانتري سايد بتاع انجلترا. عندي ويلز اكسنت في منطقه ويلز. نيوزيلاند اكسنت اللي هو الكيويز، ده عندهم برضو اكسنت خاص بيهم، لكنة خاصة بيهم. يبقى انت بتتعلم معايا different accents in English. زي اي لغة في accents، في dialect. يبقى بنعمل ستريس على
اكسنس دوت، يبقى انا خلصت البرونونسيشن وعملت ستريس على pronunciation. ده اسمه في علم اللغة فونولوجي، صوتيات. فونولوجية ان اسبانيول بالاسباني، فونولوجي باللغة الألمانية. عندي برضو حاجة مهمة قوي، ان انا اعرف المينينج of this word. what does this word mean. يبقى هشرح حاجة اسمها المورفولوجي. المورفولوجي the word defined as morphology. I got to know the meaning of this word. لازم أعرف معنى الكلمة ديت. The word when I use it in a sentence بسميها sentence structure أو syntax في علم اللغويات، اللي هي علم syntax اللي هو سياق الجملة. ولما باجي بعلمك ترجمة سواء من الإنجليزية إلى العربية أو فايس فيرسا من العربي إلى الإنجليزي، لازم الترجمة فلو، يعني الإنجليزي يبقى مطابق للعربي، ما يبقاش فيه أي mistakes، أي error أنت بتعملها وأنت بتترجم. حتى للمستمع اللي بيستمع للترجمة ما يقولكش أنا مش فاهم حاجة، ما يقولكش إن ليه أنت بتقول كده. والجول لو حتى يعني على علم باللغة الأصلية ممكن يبقى عنده في a little bit confusion، في تشوش على فكره لأن مش فاهم. الحاجة الرئيسية برضو والمهمة جدا جدا في قناة NCI nothing called impossible، بعلم الغير ناطقين باللغة العربية لغة الضاد اللغة العربية. اللغة العربية مطلوبة جدا في أمريكا، مطلوبة جدا 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 جدا. It's very common in US. There is high demand for Arabic language in America. A lot of American students here, they are interested in learning Arabic. There is a demand for learning Arabic because they are interested in Arabic culture, Middle Eastern culture, history and politics in the Middle East. Then once they're done with their studies here, they travel abroad. When we have a lot of programs between US and different countries to learn their language in Turkey, in Egypt, in Iran, in Pakistan, because the American government, they care about their students to learn more and more, especially when they travel abroad. You will have good experience. You will learn not only the language, customs and habits, العادات والتقاليد لما بتسافر في الخارج. Nothing called impossible. أنا جبت الاسم ده منين؟ ليه الاسم ده شدني؟ Why this name caught my eye, capture my heart؟ ليه أثر قلبي؟ ليه خلى جذب انتباهي قوي؟ من كنت في مصر وأنا بدرس في الجامعة الأمريكية، Well, Chinese students, right? Yeah. You want to say hi to Egyptian students here? Because this is my video. I'm recording the video here for Egypt. Say hi to Egypt. Hi. Hi. Well, where are you from, guys? Beijing, Yeah. What do you do here in America? for study. Study what? Study the mini MBA program. Oh, so what are you gonna be when you grow up? Maybe. You don't know. You're not decided yet. No. Yeah. My name is Karam. I'm English professor, teaching English here. So those students in Egypt, they are listening to this video because I'm gonna teach and tutor them in line classes, English classes. That's why they are happy to see the difference between the Egyptian culture and US culture. How long have you been in America here? Just 2 days. 2 days. Oh my God. How do you like it?